حنا المقر ديالنا غادي نبدا من الاول انه مفتوح منذ 2009 الى الان، وكنشتغلوا طيله هاد السنوات مع المناضلات والمناضلين ديال الحزب الاقليم. الان حنا دابا في طور كنزكيو المرشحين والمرشحات ديالنا. حنا وصلنا دابا حوالي ما يزيد على 451 دائره. بالطبع باذن من الله غادي نكونوا حنا الاولين لا على الترشيحات، وكذلك باذن من الله غادي نكونوا حنا الاولين كذلك حتى في الصعيد الاستحقاقات اللي جايه ديال الجامعات المحليه. وهذا الشيء راجع بالطبع للعمل الدؤوب ديال المناضلات والمناضلين ديال الحزب اللي كيشتغلوا يوميا وليله نهار. حنا ما دايرينش بحال احزاب اخرى كنحلوا الحوانت ولا الكراجات غير في ايام الانتخابات. حنا كنشتغلوا منذ نشأة الحزب الى اليوم، وغادي نبقاو كنشتغلوا ان شاء الله ما بعد الانتخابات كذلك مع المواطنين ومع المواطنات. كذلك اليوم هذه مناسبه فاش جيتوا عندنا، حنا غادي نحطوا اليوم الترشيح ديالنا ديال الجهه داخل الاقليم ديال قلعه السراغنه، اللي تم الاختيار ديال واحد الشخصيه وازنه اللي يعني في المستوى ديال الجهه الموسعه اللي كاينين بها سيدنا الله يسرو الخبير الدكتور الاستاذ احمد خشيشن، اللي المجي ديالو لقلعه السراغنه الترشح ديالو كان عندنا واحد كلشي فرحان به وكلشي كيعتز بهذه الشخصيه في هذا الاقليم، لانه ليس بغريب عن الاقليم، له علاقات كبيره مع الاقليم وهو بالطبع ابن الاقليم. كذلك كنطلبوا من الله ان شاء الله باللي حتى هو زادنا قيمه مضافه في هذه الانتخابات، اللي حنا ان شاء الله نطلبوا من الله ان شاء الله يكون الخير في المستقبل، وتكون الجهه ديالنا في واحد المستوى يعني عالي، لان جهه مراكش اسفي كيف كتعرفوا جهه من الجهات اللي بالطبع لها ما لها من مؤهلات ولها ما لها من نساءات ومن رجالات. وهنا ان شاء الله غادي تبان لنا الرجل ان شاء الله كفء بالطبع، اللي ان شاء الله الكل هنا في الاقليم، وكذلك واحد العدد ديال المناضلات والمناضلين اللي كيتصلوا معايا من جل الاقاليم ديال الجهه فرحانين بالترشح ديال هذا الاخ ديالنا اللي هو السي احمد خشيشن، الدكتور السي احمد خشيشن. وكيف قلت حنا كان الحزب ديالنا كيشتغل بالقرب وكيشتغل بواحد الشفافيه وواحد المعقول. دابا لو تشوف غير التزكيات، حنا ما كنعرفوش التزكيات خاويين على غرار. انا كنتلاقى مع واحد العدد الناس اللي كيتلقى غير التزكيه خاويه، حنا لا، حنا التزكيات ديالنا كيجي الاخ من بعد ما كيزكيوه الامانه المحليه كيجي عمر التزكيه ديالو كيصورها وكيوقع باللي توصل، وكنطلبوا منه صور وكنطلبوا منه واحد العدد ديال الفوتوكوبي لاكارت، وعندنا ملفات حنا ديال كل مرشح عندنا ملفات، عندنا اداره، حنا عندنا اداره مهيكله ماشي حالين غير المحل، فيه واحد العدد ديال الموظفات ومسؤولين وواحد العدد اداره، عندنا اداره مهيكله في الامانه الاقليميه ديال الاقليم، يعني كل مرشح عندنا الملف ديالو كل امانه اقليميه. وبالطبع ملي كيكون هذا الشيء مرتب ومقاد على حقه وطريقه ما كتبقى الا تكون النتيجه ان شاء الله. بالنسبه للبرنامج ديالنا بالطبع حنا البرنامج ديالنا عندنا برنامج بالطبع ديال الحزب، كتعرفوا برنامج وطني راه غادي تطلعوا عليه بالطبع في الحمله ان شاء الله الانتخابيه اللي كتفصلنا على واحد 48 ساعه. حنا البرنامج ديالنا الاقليمي، لان اولا كتعرفوا بلي الاقليم ديال قلعه السراغنه اقليم فلاحي بامتياز، ما يزيد على 80% ديال الساكنه ساكنه قرويه، كتعرفوا فيها 4 البلديات، ولكن هو اقليم فلاحي بامتياز. من المشاكل اللي كيتخبط فيها الاقليم ما يزيد على 75% اللي فيه ديال اراضي الجموع. وكي كنعرفوا اراضي الجموع بالطبع اراضي اللي كتعرف ما كيكونش عندها التيتار، كتكون فيها واحد العدد ديال المشاكل كتكون تعيق المسائل ديال الاستثمار. يعني مثال انا كنعطيكم غير بعض اما المسائل كثيره، اي حاجه دخلنا لها الا
كاين واحد العدد ديال المجموعه بالطبع اللي حنا دروك كنناضلوا من اجلها، والاخوان دابا مكبين واحد العدد ديال الاطر اقليميا مكبين على البرنامج ديالنا اللي غادي بالطبع غادي يخرج ان شاء الله في وسط الحمله الانتخابيه. كما الاخوان ديالنا على الصعيد الجهات تا هما راه دايرين البرنامج اللي هو غادي يكون جهوي ان شاء الله.